ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا وقفت ان انا كنت خلاص اشتغلت في هارس تيتر والدنيا ابتدت تستقر، اشتغلت كاشير. طبعا هو يعني كانت شغلانه لطيفه، بس الموضوع ان انت بتبقى شغال 7 ساعات ونص واقف، وظهري كان وجعني. يعني بقى بتقعد تتعامل. هو حلوه، بس برضو بتجيلك بتفضل بقى كل شويه تاخد بتسكان الكود، وبعد كده بتاخد الحاجه، وبعد كده بتتعامل بقى بتاخد فلوس. انا ما عندك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما كانش عندي اي مشكله في موضوع العجوزات والحاجات دي كلها. كانت عبيطه وكانت مبالغ، يعني سنتات وحاجات زي كده، لان اوقات في ناس ما بتدفعش السنتات بسيطه في اوقات، يعني ما بيبقاش معاه فكه، فخلاص مش يعني خلاص الدنيا بتمشي، بنمشي امورنا. فالموضوع بتلاقيه مثلا سنتات، فما كانش يعني يعتبر ما كانش فيه عجز يعني. بس فتقريبا ايام كتير قوي ما بيعجزش خالص، ولما كان بيتعجز كان بيعجز في نص دولار او حاجات كده عبيطه. بس فاشتغلت. وطبعا انت في لا اما بيبقى معاك حد بيحط الحاجه في شنط، وده ما بيبقاش شغال بس بيحط حاجه في شنط، بيطلع بره يلم العربيات، بيرجع الحاجه مكانها، بيعمل حاجه اسمها ريشوب، بيرجع بقى كل الايتمز اللي الناس ما اشتريتهاش او الناس عملت لها ريفند وسليمه، يرجعها مكانها، بينظف، يكنس، يعني بيعمل اي حاجه. شغل نفسك. فانا كنت شغال كاشير، وكانت بتجيلي طبعا ايتمز كتير. وطبعا بعد ما بخلص ضرب، طبعا بيبقى واقف عليها طابور كتير اوقات كتير، وبخلص ضرب الحاجه، وبعد كده اخدها ابتدي احطها في الشنط بسرعه. وطبعا لازم في رصه معينه، ما تحطش طبعا البيض ما تحطوش تحت عشان ما يتكسرش، لازم الحاجه لما تيجي ترصها، يعني حاجات لوجيك كده. فطبعا هتبقى موجوده في التدريب، واللي هو التدريب اللي خدته في الاول. وفي حاجات لوجيك، يعني هو طبعا الحاجات اللي ممكن تتكسر او ممكن تتاذي ما تحطهاش تحت، بتحطها من فوق، الحاجات الساقعه مع بعض، يعني حاجات كده. فطبعا بيبقى هيدك، وممكن حد يخش عليك مثلا شارح جاب ب 1000 دولار 500 دولار، فطبعا ده بيبقى فاتوره، انت المكان مش مكفي. فطبعا بتبقى ظهرك بقى مع الوقفه الكتير، مع التعامل بقى مع الحاجه، بقى خلاص بضرب وبعد كده بحط الحاجه في شنط. فيعني كانت الشغلانه لطيفه، بس برضو تعب. وانا ما كنتش حابب ان انا اشتغل شغلانتين. ففضلت اقدم على موضوع ليفت واوبر. طبعا اوبر بعد سنه، ليفت فضلت اقدم عليه، والحمد لله بقى فجاه ربنا كرم واتقبلت، يعني خلاص وافقوا ان انا اشتغل. طبعا زي ما قلت لكم خدوا لينكات، لان اللينكات مش عارف اداني في البدايه، برضو مش عارف اداني مبلغ، برضو مش فاكر، تقريبا 1000 دولار. فرقم يعني حاجه كويسه ان انت تاخد فلوس بس عشان لينك انت سجلت من تحت وانت مش خسران حاجه. فدايما لما تيجي تسجله، يعني سجله تحت ريفير كده زي ما قلت لكم. طبعا انا هحط اللينكات اللي تخصني، هتلاقيهم تحت في الفيديو ده، وفي فيديو برضو اللي اتكلمت فيه عن كريدت كارد. هحط لينكات برضو، بحيث ان انتوا يعني لو حابب يسجل في اللينكات اللي تبعي، يعني مفيش مشكله. بس كنت خلاص بقى الدنيا خلاص ابتدت تستقر، قدمت على ليفت الحمد لله اتقبلت. وانا ما كنتش حابب ان انا اجر عربيه من ليفت، فاصحابي كانوا بيقولوا لي لا طب ما تاجر وشوف في البدايه. وانا كده كده انا كنت عايز اشتري عربيه، انا كان عندي عربيتي في مصر وبعتها، وكان معايا الفلوس بتاعتها، فقلت خلاص يعني بنفس انا كنت شغال في مصر برضو، اشتغلت فتره اوبر، فكان معايا عربيتي، فلما بعتها قلت خلاص يعني كده كده انا معايا فلوس العربيه، ف يعني اشتري عربيه وخلاص. وانا كنت عايز حاجه مستعمله، ما كنتش عايز حاجه، يعني عايز حاجه عاليه. بس فابتديت ان انا اشتغل، ادور على عربيه. طبعا موضوع ان انت تشتري عربيه هنا دي حاجه، بالذات لو انت ما عندكش خبره في موضوع شراء العربيات وتكشف على العربيه ازاي. فانا كان الموضوع ده عامل لي هيدك، لان انا حتى عشان ادور، ما انا لازم ابقى فاهم. بس فقعدت ان انا اشوف، كلمت اصحابي اللي هنا، فقال لي خلاص شوف حاجات ونروح نشوف مع بعض. وطبعا انا جوز اختي بيفهم في العربيات، فقال لي خلاص انا معاك، ولو في اي حاجه احنا مع بعض. قعدت ادور على العربيات كتير، وقدمت خلاص وحجزت ميعاد مع ليفت ان انا اروح اخد منهم عربيه ايجار. طبعا انت بتدفع في الايجار مثلا 300 دولار في الاسبوع، فتلاقي نفسك بتدفع لك 1000 دولار في الشهر. فانت اساسا كام شهر وتكون جبت ثمن عربيه؟ فانا حسابيا وكل حاجه، انا موضوع ان انا اجر عربيه دي ما كانش عاجبني. بس انا كنت خلاص بقى عايز اجرب واشوف الموضوع بتاع ليفت. ولو الموضوع خلاص كويس، انا قاعد في عربيه، ده ظهري بيوجعني من القعده. بس انت ظهرك بيوجعك في كل الاحوال، فانا ظهري هيوجعني من القعده، بس من القعده، ومش هيبقى في حد فوقيه يقعد يرخم عليا ولا حاجه. حابب اشتغل، حابب اسافر، حابب انزل، عايز اعمل اي حاجه، فالموضوع بتاعي يعني، ما حدش له عندي حاجه. بس قدمت على موضوع العربيه وحجزت. وفي نفس التوقيت انا يعني بقى يا رب بقى انا عايز عربيه، عايز اخلص من موضوع العربيه. فالحمد لله
لقينا في يوم كده عربيتين، رحنا بصينا كان في نفس الموديل العربيه بس يعني 2019 و2017 حاجه كده، والاثنين كانوا في نفس الرينج. بس خدت بعضي ورحت انا وصاحبي ده كان صاحبي وكان معانا كان اتنين صحابي تقريبا، ثلاثه مش فاكر. شفنا الاول عربيه وكنا هنخلص فيه، بعد كده الراجل قال باعها، وبعد كده شفنا عربيه تانية والحمد لله هي دي بقى اللي يعني رحنا بصينا عليها كويسه. لقيت بقى بصوا على العربيه تمام جميله، يلا بينا، ها ايه رايك يا جماعه؟ انا ما العربيه كويسه، كويسه يلا نشتري، مش كويسه خلاص يلا نروح. الحمد لله لقيت الموضوع بقى بيجري، وانا قلقان لما الحاجه بتسلك كده انت بتقلق، الدنيا انت كده في حاجه غلط اكيد. بس اشترينا العربيه خلاص يا اندرو كويسه تمام، طب نسحب الفلوس. طبعا في ليميت يومي ما ينفعش تسحب الفلوس، العربيه بخمسه وكسور، $5000، خمسه مش عارف 5400. العربيه نيسان سنترا 2019. فانا كانت عربيه حديثه حلوه 2019 مش وحشه. فجربناها الكويسه، طب خلاص ابتدينا نسحب، طبعا الليميت مش مكفي، احول واسحب وخلصنا الموضوع. وبعد كده الراجل عمل لي حاجه اسمها التايتل، اتاكدنا طبعا انها كلين تايتل، دي اهم حاجه بالنسبه لك، تاكد ان العربيه كلين تايتل. وطبعا العربيه كفانكشن شغاله، كل حاجه فيها شغاله. واتاكد ان العربيه، حاول تجيب حاجه ما مش مصرفه، الناس كلها بتقول نيسان وحشه. الحمد لله العربيه معايا بقى لها سنه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله شايلاني، والعربيه ممتازه ممتازه. يعني حصل كم حاجه في البدايه كده، وطبعا الموضوع كان مقرف بالنسبه لي، بس بعد كده خلاص الحمد لله العربيه كويسه وماشيه معايا، وانا مش محتاج اكتر من كده عربيه اتحرك بيها واشتغل بيها وتجيب لي فلوس وخلاص. بس فبصينا عربيه تمام، دفعنا فلوس، خدنا التايتل، كتب لي على التايتل من فوق البيانات بتاعته ان هو باعها لي وخلاص، وخدت العربيه ومشيت. ماشي بالعربيه لقيت في لمبه نورت. طبعا انت شاري عربيه جديد، فهي طبعا عربيه مستعمله بس انا لسه جايب العربيه، فببص في لمبه نورت. بقى صاحبي تعالى بص، هو كان جايب عربيته، فخدت قال لي تعالى سوق عربيتي وسيبني انا اسوق العربيه دي، خد العربيه وسوقنا. ف بتختفي وبعد كده تنور، بتختفي وتنور. بس ده هو سنسور، يعني اللي عرفته بعد كده ان هي سنسور بتاع الحادثه ده، فمش عارف بقى. هي المفروض ما فيش حادثه جامده، يعني هي يعني لو في حوادث المفروض لو حادثه جامده مؤثره فهبان في التايتل ده في تاريخ العربيه كله. فما كانش في حادثه مؤثره، في حادثه بس ما كانتش مؤثره يعني. بس فهو كان سنسور. وبعد كده ركنا العربيه، كان هيجيب حاجه، بعد كده دور على العربيه والليله هنعمل معلش العربيه بس حبت تعمل هليله. بس بدور على العربيه ما بتدورش. الله اكبر، ده انا لسه ما عملتش اي حاجه، حرام عليكم. فقعدت بقى ايه، هموت. يا رجاله انا قايل لكم العربيه كويسه، قلت لي العربيه كويسه، والعربيه مش شغاله ليه، مش عايزه تدور. فيعني الحمد لله طلعت بطاريه. بس فخدت العربيه دورتها، الحمد لله دورت، خدت وصله، يعني كان معايا صاحبي ده كان معاه طبعا عربيته معاه الحمد لله البتاع اللي هي بتاعت الوصله دي، خدت منه وصله ودارت العربيه ده كده ركنتها، وقاعد بقى انا هموت بقى، انا جايب عربيه بايظه حرام عليكم الفلوس ومش عارف ايه. وبعد كده بقى عايز لسه لازم تامن، انت مش هتعرف تتحرك بعربيه لازم تامن عليها. فهو عشان يحركني بيها عملنا تامين كده 3 ايام من DMV، بحيث ان انا اعرف اتحرك بيها لغايه لما اعمل النمر وامن عليها. بس فعملنا دفعنا $40 كده، واداني نمر مؤقته حطيتها على العربيه، وركنت العربيه. وطبعا انا خايف ما تدورش، اروح بيها الشغل ما اروحش، قلت انزل ادورها، دارت هروح بيها، ما دارتش اركب اتوبيس بدورها، الحمد لله دارت، رحت بيها الشغل عادي، ورجعت من الشغل عادي. وبعد كده آه كنت المفروض بقى عايز ارخص بقى العربيه، فروحنا عملنا موضوع الترخيص ده. موضوع عبيط قوي في موضوع الترخيص، انت بتخش بتملى بيانات، وبعد كده خلصت في وقتها، مش عارف دفعت $200 ولا 220، حاجه عبيطه قوي قوي يعني. بصوا انا مش متخيل، الموضوع عبيط ما خدش وقت خالص، والتكلفه برده مش شايفها حاجه، كانت مبلغ. وبعد كده عملت موضوع التامين ده، بس هو اللي كان قطم ظهري بقى، انا كنت بدور على تامين، فعلشان تعمل موضوع الرخصه لازم تعمل تامين. فعملت تأمين كنت بدفع له $300 في الشهر، 340. واللي عرفته بعد كده ان التأمين ده كان للغير بس مش ليا، يعني انا لو لا قدر الله خبطت حد، التأمين يصلح العربية بتاعت اللي قدامي وما يصلحليش انا حاجة. فكنت بدفع $340 للغير بس،
فده رقم كبير جدا 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 على التامين. طبعا انا عشان شخص جديد ومفيش شركه راضيه تقبلني علشان انا جديد، فتقعد شويه كده متلعبك في موضوع التامين والعربيه وكده. ف بعد كده كنت عايز اغير زيت، فرحت عشان اغير زيت وانا في المكان بدور على عربيه ما رضيتش. فيعني بعد كده عرفت ان انا خلاص كده لازم اغير البطاريه. فكنت انا اساسا في يعني جنب مكان، فقلت لهم ان العربيه عطلانه. جاب لي جامبر كده ودور على العربيه، دورت خلاص مشيت. خدت بعضي وطلعت على وول مارت. وول مارت ده ارخص مكان ممكن تشتري منه كاوتشات وبطاريه. بصوا فظيع يعني. كاوتشات، جبت كاوتشات برضه من عندهم. الكاوتش تقريبا $60 $70 حاجه كده عبيطه قوي. وكان جودير حاجه كويسه، مش وحش. ويمشي مش عارف 65,000 كيلو، 65,000 مايل، حاجه كده وهميه حلوه يعني. والانستليشن برضه عندهم يعني افضل مكان في كل التعاملات. اشتريت منهم البطاريه مش عارف كانت ب 150 تقريبا. ولما بترجع البطاريه القديمه بيدوك $15. بس اشتريت بطاريه وحطيتها الحمد لله. وانا لما خلصت قدمت على الرخصه، قدمت على الرخصه بتاعت العربيه يعني. خلصوا لي كل حاجه وانا واقف، وادوني كمان النمر. فخلاص انا كده الحمد لله الدنيا تمام معايا. خدت النمر. رحت برضو لصاحبي ده، صاحبه صاحبنا يعني. ركب لنا ركب لي النمر وظبط لي كل حاجه، وظبط لي برضو موضوع البطاريه. وخلاص بقى كده، خلاص انا كده العربيه جاهزه. طبعا انا كنت رايح اجر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا ما اجرتش. في وقتها على طول كنسلت التاجير و خدت عربيتي دي وابتديت اسجل، دخلتها بقى في ليفت، وابتديت بقى خلاص يلا بينا نجرب بقى ليفت ده بيقول ايه يا جماعه عشان نشوف. بس طبعا انا كان المفروض ان انا اعمل عدد مشاوير معينه عشان اخد موضوع $1000 اللي قلت لكم عليهم دي. ف ابتديت اشتغل. مش عارف كان في موضوع لازم تعمله في اسبوع حاجه كده يعني. لازم تهلك نفسك يعني، الموضوع مش هيجي كده. بس فجبت العربيه وسجلتها واتكلمت مع الاتش ار بتاعتي دي، المديره بتاعتي يا ربي. قلت لها ان انا كان عندي بقى ساعتها بقى، انا كنت مفروض كنت خلاص بقى انا الدنيا استقرت. بس يعني ما بتستقرش كتير، انت كل شويه كده هتلاقي لعبك. فكان المفروض ان انا خلاص سبت السكن بتاعي. الراجل كان عايز السكن، قال ان هو يعني خلاص كده كانت اخته راجعه. فهو كان بيقول لنا ان اول ما اختي تيجي انا مش يعني هي هتاخد الاوضه وانتوا بقى ممكن تمشوا يعني. بس فهو كان راجع وخلاص. انا كنت عايز ادور على سكن، فقعدت فتره بقى. موضوع السكن ده عامل لي ربكه. موضوع العربيه برضه عامل لي ربكه، ان انا اشتري عربيه ولا اجر. موضوع ان انا اغير شغل برضه. طب اغير ولا ما اغيرش؟ طبعا انت كل حاجه هنا بتحس ان انت ضغط وهدك عليك، وانت برضه يعني انا بالنسبه لي كان لوحدي. وحتى لو عندك اسره الموضوع بيبقى هدك اكتر. فالموضوع بيبقى هدك جامد. فقعدت فتره بدور على بدور على سكن. كل ما اروح سكن مش حلو، الدنيا مش لطيفه. طب ادور على سكن تاني، ادور على سكن تاني. وفي الاخر خالص لقيت سكن الحمد لله. اديت للراجل ديبوزيت ومليت معاه ورق وخلاص، ورايح بقى هنقل لسكن. انا طلبت منها ان انا عايز اجازه عشان موضوع السكن ده. قعدت فتره الاول قبلها، فخدت اجازه مش عارف ادتني اجازه اسبوع. فنزلت في ليفت لطيفه يعني. فلوس طبعا بالنسبه لي اكتر لان انا بشتغل براحتي. فانا ممكن اشتغل 12 ساعه في اليوم. فانا طبعا الاسبوع بالنسبه لي مش 40 ساعه، ممكن اشتغل 70 ساعه 80 ساعه. فبشتغل بقى براحتي. انا كده كده اخر 12 ساعه في اليوم عشان البرنامج بيقفل بعدها. فبشتغل الموضوع لطيف. انا قاعد ما بعملش حاجه. ما فيش بقى ان انا اشيل واحط وافضل احط في اكياس واحط مش عارف ايه. جربت الموضوع لطيف. طب يلا بينا ما نشتغلش ليه في ليفت؟ ما انا اشتغل في ليفت، ولو لقيت الموضوع كويس تمام. جربت ولقيت الدنيا كويس. بس ف قعدت برضه وانا بدور على سكن. دور دور دور، لقيت سكن. دفعت له فلوس، قلت له خلاص انا هاخد السكن اول الشهر يا اخواتي. ابتديت ان انا انقل بقى، ان انا خلاص يلا بينا ابتدي انقل اروح السكن الجديد. بحط الحاجه والاقي لك بفتح الدولاب مش عارف اخد حاجه. خلاص السكن هو بس لقيت دوشه كده حواليا. قلت مش مشكله بسيط. بفتح الدولاب لقيت حاجه بتجري تحت رجلي. سواد. انا بموت، انا مش عارف ايه هي. وخايف ومرعوب بقى. فضلت بقى ناديت الواد اعمل ايه. طبعا هو مش عارف. قال لي اجيب لك مش عارف ايه. طب التكييف عايز اشغل هيتر. قال لي لا اصل لازم نكلم صاحبه البيت. قلت له انا بدفع ايجار فمفيش حاجه اسمها اتكلم صاحبه البيت. انا عايز ابقى الكنترول في ايدي. هو صاحبه البيت كمان مش قاعده في البيت، هي بتأجر البيت وهي بعيده. فهي بقى طب هي تشغل لي الهيتر من بعيد. وانا بقى المفروض ان انا لما ابقى سعان اكلمها اقول لها والنبي شغل لي هيتر؟ ده مش اسلوب. وبعدين انا بخاف من الحاجات اللي بتجري يعني. ده فار ولا مصيبه ولا اي داهيه ده. بس ف انا كده مش هينفع اكمل. قال لي شوف انت هتعمل ايه وعرفني. طبعا انا كنت بنقل لسه، كنت سايب السكن القديم ونقلت للسكن ده. و
كلمت اسمه ايه ده، بس رحت الشغل قلت لها، قالت لي ايه الاخبار، قلت لها انا لسه ما برضه موضوع السكن ما استقرتش، لان رحت سكن ولقيت فيه فران. الحمد لله صاحبي كان نقل للبيت بقى اللي احنا فيه دلوقتي حالا. نقل بيه ليه وقال لي على فكره ده في اوضه تحب تيجي تشوفها. قلت له بجد؟ طب اجي اروح. الحمد لله ربنا يعني ربنا ستر، لان لو الموضوع ده ما كانش جه كنت هتعذب بقى في البيت التاني ده. انا بترعب من موضوع الفيران ده، انا بترعب جدا يعني، وانا مش هعرف اتعامل. بس جيت بصيت عليه، لا جميل، طب خلاص يلا ننقل الحاجه، انقل الحاجه. نقلنا الحاجه وجيت هنا بصيت عليها الاول لقيتها كويسه فاخدته ونقلت الحاجه. بس ف رحت للراجل التاني، طبعا نصب عليا مش عارف في 200 دولار. انا كنت مديله 300 دولار فنصب عليا في 200 دولار. ربنا يسامحه بقى. وبس نقلت الاوضه دي، بدفع دلوقتي حاليا 750 دولار. اوضه لوحدي، هي اوضه كبيره وكويسه وطبعا شيرد بقى، يعني هو انت قاعد مع اسره وقاعد مع 2 اشخاص تانيين، واحد صاحبي مصري وفي واحد تاني برضه فلسطيني تقريبا. والاسره دي هي واخده الاوضه. وطبعا حمام مشترك، هو البيوت هنا بتبقى حمام ونص. النص ده اللي هو الحمام اللي هو العادي حمام بس، والحمام التاني الكامل ده بيبقى فيه بانيو. بس احنا بنتعامل بالبانيو كلنا، والحمام طبعا لينا احنا بس، انا وصاحبي والاخ اللي هو الفلسطيني. والاسره بقى بتتعامل بالحمام النص الحمام، وبتتعامل معانا في البانيو بس. ومطبخ طبعا مشترك، مطبخ فيه مايكروويف وفيه كل حاجه، بس طبعا ما فيش غساله، فبتخرج بقى بتغسل بقى. بس فنقلت للسكن ده والدنيا تمام خلاص بقى، خلاص استقرينا بقى موضوع السكن خلاص. الدنيا تمام، وطبعا في ركنه العربيه والدنيا تمام. التاني ما كانش فيه ركنه، اللي هو بتاع بتاع سكاي لاين اللي هو المبنى الاولاني خالص ده. انا ما كانش فيه ركنه خالص، فطبعا كنت بركن قدام مدرسه وبمشي ربع ساعه. طبعا اوقات بيبقى فيه تلج، اوقات بيبقى الجو ساقع جدا جدا جدا، وانا كنت بنزل بدري، فالموضوع بيبقى صعب ان انت تنزل بدري قوي كده. وما فيش ركن، بس الحمد لله والراجل نصب وزي ما حصل. وبس كده. خلاص كده الامور بقى ابتدت تستقر. انا بقى الفيديو طول، انا شايفه هو عدى 17 دقيقه، فاسيبكم بقى وهحكي لكم بقى اكمل لكم في فيديو تاني. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، عشان يعني اشترك في القناه عشان تتابعني وتشوف الفيديوهات الباقيه. واتمنى ما اكونش تقلت عليكم في طول الفيديو، الفيديوهات الطويله انا مش عارف اقللها، انا بحاول اقللها بس مش عارف. فاتمنى الدنيا تكون تمام معاكم، ويلا اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.